بتستخدم تليفون سامسونج او عايز تشتري تليفون سامسونج، اتفرج على الفيديو ده. اول حاجه هتعملها هتسحب البانل من فوق وتدوس على علامه السيتنجز او الاعدادات وتنزل لغايه اما تلاقي كلمه اسمها ديفايس كير، وهيبقى فيه ترجمه بالعربي لكل حاجه في النص التاني من الفيديو. هتدوس على ديفايس كير وتنزل لغايه اما تلاقي كلمه اسمها دايجنوستكس، هتدوس عليها وتختار اول اختيار فون دايجنوستكس. بعد ما تدوس عليه بيظهر لك كل حاجة على جهازك، فسواء كنت شاري جهازك جديد او مستعمل مهم جدا كل فترة تعمل تيست لكل الحاجات اللي موجودة في الجهاز، وخصوصا الحاجات اللي بتواجه فيها مشاكل. يعني لو السيم كارد بيعلق اوقات، لو الكاميرا فيها مشاكل، لو البلوتوث، لو السماعات. لو عايز تعمل تيست لكل حاجة في الجهاز بتدوس على كلمة تيست اول، وانا هعمل ريستارت تيستنج او هبدأ التيست من اول وجديد عشان اشوف كل حاجة في الجهاز. طالما علم لك علامة صح على كل حاجة فده معناه ان كل حاجة تمام ما فيهاش مشكلة. ده لو عايز تعمل تشيك على كل حاجة في تليفونك. لو عايز تعمل تشيك على حاجة معينة بتقدر تعمل عليها تشيك لوحدها من المكان اللي بره. وتعالوا بقى نروح للترجمة بالعربي. وللناس اللي عاملة تليفوناتها بالعربي هتسحب برضو البانل من فوق وتدوس على علامة السيتنجز او الاعدادات وتنزل لغاية اما تلاقي نفس الكلمة، والكلمة اسمها العناية بالجهاز، هو ده المكان بتاعها. هتدوس عليها وتنزل لغاية الاخر لغاية اما تلاقي كلمة التشخيصات، تدوس على التشخيصات وهتختار برضو اول اختيار اللي هو تشخيصات الهاتف. لما تدوس عليها هو هنا اداني 6% عشان احنا كنا اشتغلنا. لما تيجي تعمل اختبار الكل ممكن يقول لك متابعة الاختبار او اعادة التشغيل. انا هعمل اعادة تشغيل وتشيك كل حاجة مرة تانية بالعربي. بالشكل ده انت تبقى عارف لو في مشكلة حصلت في تليفونك، او لو انت بتشتري تليفون جديد او حتى مستعمل من حد وانت شاريه يعني لاول مرة، بتقدر تعرف كل المشاكل اللي بتواجهك في اي تليفون سامسونج. ولما تخلص كل التشخيصات تقدر ترجع من التشخيصات واحدة بس وتعمل تحديث البرنامج، تدوس عليها وتدوس على تنزيل وتثبيت. بالشكل ده هتقدر تعرف انت على اخر ابديت ولا لا، لان ده دايما سؤال بيجي لي: تامر احنا مش عارفين اخر ابديت ايه. اخر ابديت عندي في الجهاز هو اليو اي 6.1 واندرويد 14. طبعا في اجهزه ما بينزلهاش اصلا اليو اي 6 او يو اي 6 او 6.1، بتبقى الاجهزه قديمه شويه. فلو موجود عندك في المكان ده تحديثات هتظهر. لو انت على اخر تحديث زي التحديث اللي قدامي ده فانت كده تمام، مش محتاج تعمل اي حاجه. بس بقى يا سيدي، وانا تامر. وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف للفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده والحاجات القديمه بالمره.